السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم باكله جميله، اكله صحيه كده للناس اللي عايزه تعمل رجيم، للناس اللي عايزه تقلل كميه الدهون. مش لازم تكوني تعملي رجيم، بس عايزه تقللي الدهون وتاكلي الكرنبيت كده بطريقه صحيه. تعالوا اقول لكم عملت الكرنبيت بالجزر كده بالبطاطس في الفرن كده بطعم حلو جدا وبطريقه حلوه جدا صحيه جدا. تعالوا اقول لكم بقى عملتها ازاي. بصوا، شايفين لونه حلو ازاي وطعمه والله جميل ما شاء الله. بصوا، والبصل كمان طعمه حلو جدا، يعني لو حبيتي تكتري في الحاجات دي بتبقى جميله قوي وصحيه. بصوا، جميل جدا. تقدري تاكليه كده لو بتعملي رجيم او عايزه تخففي في الوزن او عايزه تقللي من كميه الدهون اللي بتاكليها. انا كان عندي كرنبيته كده كنت جايباها، يعني كان قبلها بيوم، فكنت احطها في التلاجة. الصراحه بدات اقطعها كده، شيل منها الجزء اللي تحت ده كده بدل ما شايفينها دي، وهبدا اقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده اهو. بتحاولي تقطعي قطع صغيره عشان تطيب بسهوله. انتي ممكن تسلقيه زي ما احنا بنسلقه كده قبل ما بنحمره، وممكن تحطيه ني كده وبعد كده تبقي تحطيه في الفرن، يعني بالطريقه اللي احنا انا هنا ما سلقتوش، انا حطيته زي ما هو كده، قطعته صغير اهو. بدات اقطعه صغير كده. بصوا ده تقطعيه صغير زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا، بفكها من تحت كده بتروح ايه، معموله صغيره على قد ما تقدري صغري الحجم عشان يبقى سهل في الطياب، يعني يطيب بسهوله اهو بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كده اهو. طبعا بعد ما بتعمليه كده تقطعيه، بتاخديه تشطفيه وتغسليه كويس كده. انا حابه دول شطفتهم كده، فاضل بس دول عايزه اوري لكم فيهم حاجه. دي هشطفها كده. بصوا بقى، انا مش بحب يبقى كبير قوي من تحت، بحب انه يبقى صغنن مش كبير قوي يعني. وبالذات ساعات كده بنجيب الكرنبيط بيبقى فيه حاجات سمرة كده عليه من فوق، بنجيب سكينه كده وبعملها. يعني ساعات ما تشتري تلاقي فيه حاجه كده بتكون بقى هي تراب بقى مش عارفه ايه، فانا مش صراحه مش بس بغسلها، لا ده انا بعملها كده بس سكينه بحيث انها متبقاش موجوده زي ما انتم شايفين كده اهو. مش ارميها، لا حرام، يعني مش عايزاكي لما تلاقي كده مثلا في الكرمية تقولي لا هرميها، لا هي مش حاجه، هي بتبقى تراب ولا حاجه كده، فعادي ان احنا نحتها كده بالسكينه، نعملها كده بالسكينه وتاكليه عادي يبقى حلو. وبعديها بشطفه، يعني بعد ما بعملها كده بشطفه بقى اهو، مبقاش فيه اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. تمام. حبيت كده اوريكم عشان لو حد يعني واجهته الحكايه دي يعملها ما يرميش ايه الجزء. جبت هنا 10 فصوص من الثوم، لو انتي متحبيش الثوم يبقى ظاهر قوي في الاكل ممكن تقللي الكميه، ممكن تحطي 6 فصوص من الثوم. انا حطيت 10، انا بحب الحاجه تبقى الثوم فيها يعني مغذي. جبت معلقه هنا من الكزبره، وهحط برده معلقه من الكمون. الكمون والكزبره مع بعض بيدوهم طعم حلو كده اهو. بجيب الكمون وهجيب شويه ملح كده اهو حسب بقى الكميه. انا حطيت هنا معلقه من الملح اهي، وهحط كمان كمون زي ما انتم شايفين كده اهو. ما حطيتش كمون كتير، انا مش عايزه الكمون يبقى ظاهر. حطيت يبقى هنا حطيت معلقه كبيره من الكزبره، معلقه من الملح، ويعني نص معلقه كده من الكمون. هبدا اعمله كده بالهون كويس جدا. وبعد كده هاخد بقى ده واحطه على الكرنبيط كده ارشه عليه اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده كنت عملته اهو. هبدا بقى احطه على الكرنبيط كده اهو اهو. وزعيه كده بالطريقه اللي شايفينها دي كده، وزعيه كويس كده اهو اهو. خدت طبعا حطيت كل الكميه اهو، حطيت في كل الاجزاء كده، وهقلبها كده بايديا تقليبه اهو. هقلبها كده بايديا تقليبه كده بحيث ان كله يبقى عنده الخلطه دي. تمام، تقليبه بسيطه يعني، هو كده كده هيشرب لان احنا وهو في الفرن بنقلبه. تمام. ممكن لو انتي عايزه تسلقيه قبل ما تعملي الخطوه دي تسلقيه، تحطي شويه كمون كده في الميه وتسلقيه عادي. اعمليها الاول وهيبقى سهل طيابه ان هو ما ياخدش وقت في الفرن، لان كده بياخد شويه وقت شويه زياده في الفرن. تمام. طبعا بحط الفرن على 220. هجيب ميه بقى احط عليه ميه كده عشان خليه يطيب. هحط كوبايتين من الميه وعلي الفرن حين الفرن يبقى ساخن بحيث انها تسرع في طيابه اهو. زي ما انتم شايفين كده بوزع الميه، احط كمان كوبايه اهو.
اهو الكوبايه التانية. لو حسيتي ان هو لما الميه مثلا ان هو ما طبش ولا حاجه، ممكن تزودي هنا برش شويه زيت كده بسيطين. ده زيت زيتون بيبقى صحي طبعا، في الاكلات الصحيه الافضل انتي تعمليها بزيت زيتون. ده شكل الصينيه اهي، هبدا احطها بقى في الفرن اهي. شايفين الميه اهي، هو بقى بيطيب من البخار بتاع الميه بتاعها ده مع سخونيه الفرن. بتحط في الفرن كده مع سخونيته بيطيب بقى. الفرن لازم يكون سخن. قلت هعمل جنبه كمان صينيه بطاطس كده مع جزر كده وبصل. اقول لكم بقى جبت كام بطاطسيه كده قشرتهم وقلت هقطعهم كده اهو. بقطعهم كبار، مش يعني مش رفيع اهو. قطعت بطاطس كده اهو. قطعي الكميه بقى كلها بنفس الطريقه دي كده، بتبقى طعمها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. قطعتها كلها بنفس الطريقه اللي شايفينها دي كده اهو، زي ما انتم شايفين كده. عملت كميه مش كبيره قوي عشان يعني احط كده في الفرن يعني، فعايزه انها تبقى تشكيله يعني. حطيت شويه زيت بقى زيتون هنا كده في الصينيه تمام، وحطيت بقى البطاطس اهو انتم شايفين كده. وهقطع بقى الجزر اهو. قطعت الجزر برضو كده دواير كده اهو اهو. الجزر برضو بقى طعمه حلو جدا. وجبت بصله كده واحده بس قطعتها كده، طلع طعمها رهيب جدا جدا جدا. وكان فص توم كده برضو، حطيت التوم كده قطع كبيره مش صغيره يعني، مرضتش اعمله بالهون اهو كده. وحطيت شويه كزبره عليهم كده اهو، وقلبتهم. وشويه ملح، حطيت عليه شويه ملح كده وشويه ميه صغيرين كده. وحطيتها بقى في الفرن مع حطيتها بقى كده مع الكرنبيط كده. حطيتهم طبعا، وكنت عامله باذنجان كده. حطيتهم بقى اكل صحي جميل جدا. خدت بقى زي نص ساعه كده في الفرن. طبعا كنت مولعه من فوق وتحت. ده كان شكله بقى بعد ما طلعت. بصوا اهو الميه شربت الميه كلها اهو. طبعا كنت بقلبها يعني، قلبتها من فوق لتحت كده عشان تطيب. وهنا شكل هنا البطاطس اهي والجزر اهو شربت الميه برضو اللي حطيتها. بتزوديها الميه بالتدريج كده. لو حسيتي انها ما طابتش ممكن تزودي يعني شويه شويه كده، يعني نص كوبايه نص كوبايه، عشان احنا مش عايزين يبقى فيها ميه اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى احطها في طبق واوريها لكم بقى طعمها عامل ازاي. طعمها جميل جدا صحيه. اي حد بيعمل رجيم ياكل الاكل ده، اكل جميل وصحي. كمان نقدر ناكلها كده لو عايزين نغير من اكل بدل ما يبقى كله دسم كده. جربوها وقولي رايكم في التعليقات. يلا اقول لكم مع السلامه. متنسوش بقى تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. اقول لكم بقى مع السلامه.